اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع، وهو عن الطاقة الإلهية. يعني هذه الطاقة الكونية العظيمة التي تشمل جميع الطاقات، وهي المكون الأصلي الأزلي الأبدي. يعني هذه الطاقة هذه كتخلخل في جميع الأشياء اللي كنشوفوها. يعني أي حاجة كتشوفها في الحياة وإنما هي تجلي من تجليات هذه الطاقة الإلهية. وميمكنش أنك تعرف هذه الطاقة الإلهية بدون أنك دير تجربة، يعني تجربة داخلية ذاتية روحية صوفية عميقة من خلال التأمل. والطاقة من الأساس ما غاديش تستشعر بهذه لذة الطاقة الإلهية إلا عن طريق التجربة الداخلية. يعني الجسد ميمكنش أنه يتحرك أو يدير أي نشاط بدون طاقة، هذه من الناحية الفيزيائية. ومن الناحية الروحانية، يعني يجب على الجسد أن نجعله أن يسترخي، ونجعل الجهاز العصبي يكون مسترخيا، والعقل أن نجعل حركة العقل والأفكار أن تكون هادئة، يعني مستقرة. يعني خصك لازم أنك أنت غادي تتحكم بالعقل وليس العقل أن يتحكم بك، وهذا الشيء من خلال التأمل. والبرانا اللي كتسمى البرانا يعني طاقة الحياة، وهي متصلة بالتنفس. يعني هذا التنفس هذا يعني هو باب معرفة هذه الطاقة الإلهية. يعني بدون التنفس ميمكنش أنك تتعرف على الطاقة. يعني التنفس يعني شيء مهم جدا 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 في هذا العالم ديال الوعي. يعني لكي يسيطر على الأنفاس تاعو وكيراقب الأنفاس تاعو مزيان، هو اللي غادي يحكم لعبة الوعي. يعني كاينين عدة أنواع ديال التنفسات وعدة تقنيات كتخلي أن الطاقة الإلهية أنها تمر من خلالك وتستشعر بهذه الطاقة الإلهية. يعني شي حاجة راه ماشي صعيبة وسهلة، يعني من خلال التنفس. يعني بعد ممارسات وانضباطات، يعني انضباط محض، ممكن أنك تستشعر بهذه الطاقة الإلهية من خلال التنفس. كاين عدة أنواع ديال التنفس، مثلا تنفس النار أو التنفس العادي، يعني استنشاق الهواء وتخليه وتحبسه واحد 5 ثواني ثم زفير. يعني شهيق 5 ثواني ثم زفير، باش تخلي أنه تكون واحد سلاسة، واحد ممر لعبور هذه الطاقة. إذن هذه هي الطريقة الوحيدة أنك تعرف الطاقة الإلهية، وأنك تتأمل في الطبيعة وتتأمل في الموجودات، تتأمل في نفسك وتتأمل في الحياة بصفة عامة. يعني الحياة بالعناصر الأربعة: الهواء والنار والتراب والماء. ثم بعد أن تعرف هذه العناصر يمكن أنك تدوز للعنصر الخامس، وهو عنصر الفضاء أو الكون. وتماك غادي تعرف المذاق ديال هذه الطاقة الكونية الإلهية. هذا ما كان في هذا الفيديو. هذا كنتمنى أنه تعجبكم هذه المعلومات. حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.